مشاهدينا، الصور التي تريدنا من حيفا صادمة. استهداف منشأة بازان هو ضربة في قلب المنظومة الصناعية الإسرائيلية وكارثة بيئية اقتصادية نفسية في إسرائيل. فمن أي زاوية تنظر نحو المدينة سترى الدخان وسترى السماء وقد غابت خلف كتلة هائلة من السحب والغازات السامة. لذلك فعليا يمكن القول أن حيفا تختنق. ما حدث صباح اليوم في مدينة حيفا لا يشبه أي ضربة سابقة، فهي الضربة التي طالت قلبا لا يمكن لإسرائيل أن تخسره، وتركت المدينة في حالة إرباك غير مسبوقة. ولمن لا يعرف منشأة بازان، هي ليست مجرد مصنع، بل الشريان الذي يغذي شمال إسرائيل بالوقود والبتروكيميائيات والغازات الصناعية، واستهدافها هو بمثابة استهداف رئة كاملة داخل الجسد الإسرائيلي. ولذلك، وهذه معلومة تؤكدها الأجهزة المحلية، طلب من السكان البقاء في الملاجئ، ليس هربا من القصف فقط، بل هربا من الهواء نفسه، من التلوث، من الأبخرة السامة، ومن سحب المواد الكيميائية التي باتت تغطي خليج حيفا. إذا نذكر بالعنوان الكبير لهذا اليوم: استهداف منشأة تكرير النفط في خليج حيفا بصواريخ الحرس الثوري الإيراني صباح اليوم الأربعاء 4 مارس عام 2026، ما أدى إلى انفجار ضخم داخل مجمع بازان وتصاعد أعمدة دخان كثيفة يمكن رؤيتها من عشرات الكيلومترات. الضربة بحسب التقديرات الأولية أصابت أحد أهم مرافق الطاقة في إسرائيل، وأجبرت السلطات المحلية على إصدار أوامر طوارئ عاجلة شملت إغلاق الطرق، تعليق الحركة الصناعية، وتحويل المستشفيات القريبة إلى حالة استنفار لاستقبال حالات التسمم والاختناق. هذا إذن هو المشهد في اليوم الخامس من هذه الحرب، مشهد لم يكن الإسرائيليون يتخيلون أنه سيحدث حين قرروا فتح أبواب المواجهة. واستيقظ الإسرائيليون صباح اليوم على مشهد لم يعتادوا عليه، وذلك بعد ليلة من أثقل الليالي التي مرت على تل أبيب، والتي تخللتها رشقات متتالية وضربات مكثفة وانفجارات سمعت في مناطق واسعة. الصور التي تتداولها مجموعات المستوطنين لا الإعلام الرسمي تكشف حجم ما جرى خلال الساعات الماضية، فبعض الأحياء في تل أبيب كما ترون معنا على الشاشة تحمل آثار دمار لا يشبه ما اعتادته المدينة، مشاهد تقترب بشكل لافت من المشاهد التي ظلت غزة تعيشها لسنوات، لكنها هنا ظهرت في ليلة واحدة فقط. ورغم محاولات التعتيم الإعلامي ورغم غياب التغطية الدولية المباشرة، فإن ما نشره السكان أنفسهم يوضح إلى أي مدى كان القصف الليلي عنيفا، وكيف انتقلت الضربات إلى عمق مناطق كانت تصنف تقليديا بأنها الأكثر تحصينا. لهذا يصبح ما نراه الآن على الشاشة مشاهدينا ليس مجرد صور، بل دلائل واضحة على حجم الرشقات التي تعرضت لها إسرائيل الليلة الماضية، وعلى اتساع رقعة الاستهداف في أكثر من جبهة، بدءا من الشمال مرورا بالوسط وصولا إلى أطراف